بيبدأ المسلسل في عالم القراصنة في لوك تاون، وبيظهر في الوقت ده روجر الذهبي وهو ملك القراصنة، وهيتم تنفيذ في حكم الإعدام بسبب جرائم القرصنة والسرقة والنهب. لكن بيظهر على روجر عدم الاهتمام من الأصل، وبيسألوا الناس عن الكنز بتاعه، فبيقول لهم إنه قدر يلاقي السلطة والشهرة والثروة. بيطلب منهم روجر انهم يحرروا نفسهم ويخرجوا للبحر ويبدأوا يدوروا على كنزه، فبيتضايق النائب وبينفذ في حكم الإعدام. فعلا بيبدأ الناس تتفرق وتجري علشان تبدأ تدور على كنز وان بيس. وبعد 20 سنة بيظهر لافي، واللي بيكون حلمه انه يكون قرصان مشهور ويقدر يلاقي كنز الوان بيس، لكن بيكون محتاج لطاقم مخلص يكون وراه. وفجأة بتغرق السفينة بتاعته، فبيدخل جوه برميل وبيفضل ماشي بيه جوه المية. دي بقى ألفيدا، وهي قرصانة عنيفة جدا وبتهجم على سفينة وبتقتل طاقم السفينة دي هي والطقم بتاعها. أما دلوقتي فمعانا كابي، وهو واحد من طقم سفينة ألفيدا، وهو بينظف الأسلحة بتاعتها بالليل بيسمع صوته، بيلاقي لافي خرج بره البرميل اللي كان فيه، وبيتخض كابي جدا وبيصرخ، لكن بيطمنه لافي وبيقوله إن هو مش هيأذيه. وبيفتكر لافي وهو صغير لما كان بينتظر رجوع القرصان شانكس اللي كان مثله الأعلى وقدوته، وكان نفسه يبقى قرصان زيه، وبيطلب منه إن هو ينضم لطقم السفينة بتاعه، لكن شانكس بيقوله إن هو لسه مش مستعد. لكن لافي اللي بيحاول يقنعه ان هو مستعد ينضم لطقم السفينة بيطلع لأعلى حتة في السفينة وبيعور وشه علشان يبقى عنده ندبة في وشه زي تشانكس. ولما بيرجع تاني للحاضر بيحكي لافي الكوبي عن سبب رغبته في انه يبقى قرصان، وهو احساس الحرية وان يكون الطقم بتاعه دايما جنبه ومعاه، واحساس ان الرياح دايما في ظهره. لكن كوبي بيقوله انه عمره ما حس باحساس الحرية مع ألفيدا، فبيطلب لافي منه انه يسيبها ويمشي، لكن هو بيقوله انها مش هتسمح له اصلا ان هو يسيب طقم السفينة ويمشي. لكن بينصحوا لافيو، بيقولوا انه مش المفروض يسيب اي حد يتحكم في تصرفاته، وانه لو عمل زيه ما كانش عمره هيسيب بلده ابدا علشان يدور على كنز وان بيس. وهما بيتكلموا سوا بيسمع لافي صوت شخير ألفيدا، فبيفتكروا وحش، لكن بيقرر ان هو يخرج من المكان اللي هما فيه علشان ياخد قارب نجاة ويمشي بيه من السفينة، لكن بيعمل صوت بالغلط وبتصحى ألفيدا هي وطقم السفينة بتاعها. بيتوتر كابي جدا وبيبدأ يدافع عن نفسه، لكن لافي بيبان عليه ان هو مش مهتم اصلا، وبيقول لها ان هو هيكون ملك القراصنة. فبتضحك عليه ألفيدا وبتسأل كابي مين هي أكبر قرصانة، وبيتوتر كابي جدا وما بيبقاش عارف يرد عليها أصلا، وبتبدأ تهاجم كابي ولافي. لكن هنا بيبدأ لافي يستخدم القوة الخارقة بتاعته، وبنعرف إن هو رجل مطاط، وبيقدر إن هو يرميها في المية ويتخلص منها. وفي جزيرة تانية بيظهر زورو، واللي هو صائد القراصنة، وبيعرف يستخدم السيف كويس قوي. وبيهرب لافي وكابي، وبيحكي له لافي انه هو صغير شاف ثمرة غريبة على السفينة بتاعة شانكس، ولما اكلها لاحظ ان هو بيتحول لجسم مطاطي. وبيرتبك كابي جدا لما بيعرف خطة لافي، وبيعرف ان هو ناوي يروح للخط الاكبر واللي هو مقبرة القراصنة، وهو اصلا معهوش خريطة. وبيسأله لافي عن حلمه، لكن كابي بيقوله انها حاجة سخيفة، فبيضربه لافي وبيقوله انه بيتصرف بغباء. وكابي بيقوله انه حلمه انه يكون واحد من القوات البحرية، وده عشان يقدر يساعد كل اللي محتاجين للمساعدة. فبيقوله لافي انه هيساعده انه يحقق حلمه. ودي بقى نامي، وبنشوفها وهي في مركب لوحدها وباين عليها التعب، وبتشوف مركب جنبها، فبتطلب من القراصنة اللي فيها انهم يشربوها ميه، وده لان القراصنة هجموا على المركب بتاعها وما فاضلش معاها غير الصندوق اللي باقي ده. لكن هما بيستغلوا الفرصة وبيحاولوا يسرقوا المركب بتاعتها، لكن هي اللي بتضحك عليهم وبتسرق المركب بتاعتهم. وبيوصل لافي وكابي لمدينة الأصداف، وبيدخلوا الحانة علشان ياكلوا في نفس الوقت اللي بيدخل فيه زورو ونامي لنفس الحانة. وبتيجي بنت الصغيرة وبتقدم كعك الأرز لزورو، وبتقوله ان هي اللي عاملاه بنفسها. وفي الوقت ده بيخبط فيها هلميبو وبيزعق لها وبيقولها تاخد بالها. فبيتضايق زورو وبيطلب من هلميبو انه ياكل في الطبق ويعتذر للطفلة، لكن هلميبو بيضحك عليه وبيقوله انت تعرف انا مين. فزورو بيبصله كده من فوق لتحت وبيقوله مجرد جندي بحرية احمق بقصة شعر وحشة. وبيطلب هلميبو من زورو ان هو يبارزه بالسيف، وبيوافق زورو وبيشقلطه في ضربتين، وبيعجب لافي بشجاعته ومهارته في القتال. وفي الوقت ده بتستغل نامي الفرصة وبتسرق لبس من واحد من الجنود البحرية، وبيخاف هلميبو وبيطلب من زورو انه ما يقتلوش، وبيقوله ان والده يبقى القائد مورجان وهو قائد القوات البحرية. وبعدها بيروح زورو لمورجان علشان ياخد منه فلوس، وبيبقى معاه جثة الشخص اللي كان بيراقبه، وبيظهر انه واحد من رجالة مورجان. وبيقوله مورجان انه هيديله فلوس، لكنه هيتعاقب على انه تعدى على واحد من جنود البحرية. وزورو بيقوله انه لو اعتقله هيكون ابنه اول واحد يقتله بعد ما يخرج من السجن. وبيعجب مورجان بشجاعته وبيطلب منه انه ينضم لفريق القوات البحرية، لكن زورو بيقوله انه هو عنده شغله بالفعل. ونيجي بقى الكوبي اللي بيحبط جدا بعد ما بيشوف هلميبو بيأذي الطفلة الصغيرة، وبيفقد إيمانه بقوات البحرية. لكن لافي بيقوله إن زي ما في قراصنة طيبين وقراصنة أشرار، أكيد برضو في قوات بحرية كويسين، وبيطلب منه إن هو يساعده علشان يلاقي الخريطة. لكن كوبي بيتوتر جدا وبيقوله أنت بتطلب مني إن أنا أسرق، لكن لافي بيقوله إن أنا كل اللي محتاجه تساعدني وتجهز لي السفينة.
وبتنجح نامي انها تدخل في وسط الجنود بالزي اللي هي سرقته، وبيتفاجئ زورو لما بيشوف لافي طالع من النفق وبيتعرف عليه وبيقوله ان هو راجل صالح علشان ساعد البنت الصغيرة. وبيعرفوا لافي بنفسه، بيقوله ان هو هيبقى ملك القراصنة وبيطلب منه ان هو ينضم للطاقم بتاعه. فبيضحك عليه زورو وبيقوله ان هو اصلا بيكسب رزقه من قتل القراصنة اللي زيه. وهنا بيسألوا لافي اذا كان هو ده اللي هو عايزه فعلا، وهنا بيتأثر زورو وبيقوله ان هو وعد حد انه يكون اعظم مقاتل. وبيعجب لافي بكلامه وبيفك ايده، لكن زورو بيقوله انه برضه مش هينضم للطاقم بتاعه، ولافي ما بيهتمش وبيقوله بس يقفل النفق وراه. وبعدها بنشوف نامي وهي بتدور على خريطة الخط الكبير، وبتدخل عليها جندية وبتشك فيها، لكن نامي بتوقع نفسها في الغلط اكتر لما بتقولها ان مورجان هو اللي طلب منها انها تدور على الخريطة. وبتقولها الجندية ان اصلا مورجان بيحتفظ بكل الخرايط دي في مكتبه. وفي الوقت ده بيدخل الجندي اللي نامي سرقت منه هدومه وبيتعرف عليها، فبتضربه وبتضرب الجندية وبتخفيهم هما الاتنين. في الوقت اللي بيظهر فيه لافي بيقولها ان سمع كل حاجة وانه عارف انها مش جندية. وبيخرج لافي علشان يروح لمكتب مورجان علشان ياخد الخرايط، فبتجري ورا نامي وبتقوله ان هما محتاجين لخطة عشان ما يتقبضش عليهم. وبتتخض نامي لما بتلاقي مورجان في وشها وبيقولها انه اول مرة يشوفها، لكن هي بتقدر تضحك عليه وبتقوله انها لسه متعينة جديد وانها قبضت على لافي ورايحة توديه للسجن. وفي الوقت ده بنشوف انها سرقت من مورجان المفاتيح بتاعته وبنعرف انها حرامية. وبيطلب منها لافي انها تنضم للفريق بتاعه، لكن هي بتقوله انها بتكره القراصنة. وبعدها بيدخلوا للمكتب علشان يدوروا على الخرايط، وبيسألها لافي هي اللي اختارت انها تبقى حرامية، لكن هي بتقوله انها ما اختارتش ولا حاجة، وانها عملت كده بس عشان تقدر تاكل. وبيفضل لافي يلعب في المكتب لحد ما بيكتشفوا مكان الخزنة السحرية، في الوقت اللي بيعرف فيه مورجان ان هم حرامية وبيضرب جرس الانذار. وهنا بيقرر لافي انه يستخدم قوته ويخلع الخزنة من مكانها، وبتتفاجئ نامي لما بتشوف ان جسمه بيتمط. وفي الوقت ده بيهجم عليهم الجنود، وبتبدأ نامي ولافي ان هما يدافعوا عن نفسهم، وبيشوفهم زورو فبيبدأ يساعدهم. لكن القتال مع مورجان بيكون صعب، وده لان كل جزء في جسمه يعتبر سلاح اصلا، لكن بيقدر زورو ان هو يتغلب عليه. وبتدور نامي على حبل علشان يقدروا يسحبوا بيه الخزنة، وده لانها تقيلة جدا، لكن بيتفاجئوا لما زورو بيشيل الخزنة على كتفه بكل سهولة. وفي الوقت ده بيظهر هيلميبو اللي بيحاول يهددهم، لكن لافي اول ما بيشوفه بيفضل يضحك عليه، وده لان زورو قصله شعره. وفجأة بيظهر كوبي وبيضرب هيلميبو وبياخده معاه لافي وبيقوله يروح معاهم، لكن بيرفض كوبي وبيقوله انه هيفضل هنا علشان يحقق حلمه وينضم للقوات البحرية. وبيقوله انه في المرة الجاية لما يتقابلوا هيبقوا اعداء، لكن لافي بيقوله ان هما دلوقتي صحاب، فبيتأثر كوبي وبيحضنه وبيودعهم. وبتنجح نامي بانها تفتح الخزنة، وبتبسط جدا لافي لما بيلاقوا الخريطة. وبتبدأ نامي تشرح لهم الخريطة، وهي ان البحر بيتقسم لأربع أجزاء، شمالي والجنوبي والشرقي والغربي، وبيفصلهم الخط الأكبر، وهي منطقة خطيرة جدا مليانة قراصنة وثروات كتيرة وجزر. وبيقول لهم لافي ان هم هيقدروا يلاقوا كنز وان بيس هناك، لكن نامي بتكون شايفة ان الكنز ده مجرد اسطورة. اما زورو فبيقوله ان هو قتل قراصنة كتير كانوا بيدوروا عن الكنز ده. وهما بيتكلموا بيشوفوا نور احمر غريب، وبيفتكروا ان الجنود جايين علشان يقبضوا عليهم، لكن اول ما بيخرجوا بيشموا ريحة حاجة غريبة وبيغمى عليهم كلهم الا لافي اللي بيقدر يبلع الخريطة في بطنه وبعدها بيغمى عليه. وبعد ما بيفوق وبيصحي صحابه بيكتشفوا ان هما محبوسين في صندوق، وبيقول لهم لافي ان اللي خطفهم قرصان، وده لانه شاف العلم على السفينة قبل ما يغمى عليه. اول ما بيترفع غطا الصندوق بيكتشفوا ان هما موجودين في سيرك، وان اللي خطفهم هو باجي، وعمل كده علشان يرجع الخريطة اللي هما سرقوها. وقال لهم انه بقاله شهور بيحاول يسرق الخريطة من مورجان، لكن هما سبقوه بالرغم من ان هما نكرة. وبتهرب نامي من السجن، لكن اول ما بتخرج بتلاقي المدينة كلها بره مدمرة وما فيهاش حتة سليمة. بيقبض عليها رجالة باجي وبيرجعوها للسيرك تاني، وباجي بيبقى عارف ان الخريطة موجودة مع لافي، وده لانه سمعهم وهما بيتكلموا في الصندوق، فبيطلب من رجالته ان هما يحبسوا زورو ونامي ويسيبوا لافي. وبينضم كوبي للبحرية وبيبقى متحمس جدا، وبيفضل زورو يحاول انه يفك الحبل، لكن نامي بتقوله يبطل يحاول، وده لان الحبل متين جدا، وبتقوله انها تقدر تفتح القفل وتخرجهم، لكن زورو ما بيبقاش مصدقها، لكن ما بيبقاش قدامه حل غير انه يثق فيها عشان يخرج من هنا. وفي الوقت اللي هي بتحاول فيه تفتح القفل بيسمعوا صوت باجي وهو بيربط لافي من ايديه ورجليه، وبيطلب من حد انه يشده منهم هما الاتنين، لكن هو جسمه بيتمط وبيظهر عليه انه مش متأثر وعادي جدا، بالعكس متحمس. وبيتفاجئ لافي لما بيعرف ان باجي وتشانكس كانوا يعرفوا بعض، وبيقول له باجي ان تشانكس باعه، ده لانه كان عايز يسرق الاضواء لوحده. بيتضايق لافي وبيحذره انه يتكلم على تشانكس باسلوب وحش تاني، وبيتضايق اكتر لما بيلاقي باجي بياخد واحد من اولاد القرية علشان يهددوا بيه، وبيطلب منه لافي انه يسيب الطفل، لكن باجي ما بيرضاش، فبيضربه لافي وبتطير دماغه من على جسمه، لكن بترجع تاني. وبيتفاجئ لافي ان باجي كمان اكل من ثمرة الشيطان، وان القوة بتاعته ان اجزاء جسمه تقدر تنفصل عن بعضها ويرجع يكونها من تاني.
وبيفوق لافي وبيلاقي نفسه محبوس في صندوق ازاز عمال يتملي ميه، وبتكون نقطة ضعفه هي الميه، وده لانه بيفقد قوته فيها. وبيجيله باجي وبيطلب منه يديله الخريطة ويستسلم، وده لان كل اصحابه باعوه ومش هيجوا ينقذوه، لكن لافي بيفضل واثق فيهم ومتأكد ان هم هيجوا علشان يلحقوه. وبيرجع لافي بذاكرته لورا وبيفتكر لما واحد حاول يخطفه علشان ينتقم من شانكس، وقتها المركب بتتقلب وبيقعوا هما الاتنين في الميه، وبيجي شانكس وبينقذه. لكن بيظهر وحش بحري وبيطلب منه شانكس انه يستسلم ويمشي ويسيبهم، وفعلا بيستسلم الوحش وبيمشي وبيحضنه لافي، لكن بيشوف دم وبيتفاجئ ان الوحش اكل دراعه، وبيبقى حاسس بالذنب جدا وان هو السبب في اللي حصل، لكن شانكس بيقوله ان ده مجرد دراع عادي. وبيرجع تاني للحاضر وبيتملي الصندوق وبيبدأ يغرق لافي في نفس الوقت اللي بتنجح فيه نامي انها تفتح القفل وتفك زوره، وبيروحوا ينقذوا لافي، واللي بيقول باجي يبص وراه، ولما بيبص بيلاقي نامي بتحدف حاجة عشان تكسر بيها الازاز. وبيخرج لافي من الصندوق وبتخرج الخريطة كمان، واللي بياخدها باجي لان لافي بيكون مهتم انه ياخد الطاقية بتاعته. وزورو بيكون شايف انه من المستحيل انه يقتل باجي، وده لان جسمه بيرجع يتجمع من تاني. لكن لافي بتجيله فكرة لما بيشوف الصناديق، وهي انه يحبس كل قطعة من باجي في صندوق. باجي بيقول للافي انه استحالة يلاقي الكنز، وده لانه عيل صغير ووحيد، لكن لافي بيقوله انه هيقدر يلاقي الكنز ويبقى ملك القراصنة. واللي بيخلص على باجي وبيدي النايم الخريطة وبيفك كل اهل البلد. وبنرجع تاني لطفولة لافي وبنشوفه وهو قاعد حزين، وده لان شانكس هيمشي وهو جاي يودعه، وبيقوله انه هو الوحيد اللي هيفتقده. وبيقوله لافي ان هو فعلا مش مستعد ان هو يسافر معاه، لكن في يوم من الايام هيبقى مستعد ويبقى ملك القراصنة ويبقى عنده طاقم عظيم زيه. وبيديله تشانكس الطاقية بتاعته، بيقوله يحافظ عليها ودي لانها اغلى حاجة عنده، وانه هياخدها منه لما يتقابلوا تاني. بعدها بنشوف نامي واللي بتدخل السفينة وبتقفل على نفسها وبتتكلم مع حد وبتقوله ان الخريطة معاها. لافي بيكون عايز يشتري سفينة تنفع تكون سفينة قرصان، واول ما بيشوف السفينة دي بيعجب بيها جدا وبيقرر انها تكون دي السفينة بتاعته. وهنا بيظهر يوسف واللي بيقوله على كل مميزات السفينة، ولافي بينده على اصحابه وبيوريهم السفينة وبيقول لهم انه هيشتريها من يوسف، لكن يوسف بيقوله ان السفينة دي مش بتاعته وانها بتاعت واحدة اسمها كايا، وهي تقريبا صاحبة كل السفن اللي موجودة في المينا. بيعرف يوسف لافي على كايا وبيقوله يكلمها عن السفينة اللي هو عايزها، فبيقول لها ان هو محتاج السفينة دي علشان تبقى موطنه، وبتقوله ان هي عارفة ان هو بحار، لكن هو بيقول لها ان هو قرصان وانه عايز السفينة علشان يلاقي الكنز ويبقى ملك القراصنة. وبتوافق كايا على انها تدي السفينة للافي، وقتها بيطلب لافي من يوسف ان هو يروح معاهم، وده خصوصا لما شافه وهو بيدافع عن صحابه، لكن يوسف بيرفض وبيقوله انه لازم يفضل هنا مع كايا علشان يحميها. لكن هي بتتكلم معاه وبتقوله ان جه الوقت ان هي تاخد بالها من نفسها، وان هي عايزة يروح معاهم علشان يبدأ يعيش مغامرات حقيقية. وبعد ما بيبدأوا يتحركوا بالسفينة بيسمعوا صوت ضرب نار، ولما بيطلعوا يشوفوا فيه ايه بيكتشفوا ان القوات البحرية هي اللي بتهاجمهم. وبيتفاجئ لافي لما بيشوف جيرب على السفينة، وبيتفاجئ صحابه اكتر لما بيعرفوا ان هو جده. وبيرجع لافي لطفولته تاني وهو بيبني سفينة، لكن جده جيرب بيكسرها، وده لانه عايزه يبقى واحد من القوات البحرية، وبيطلب منه جده انه يستسلم، لكن لافي بيرفض، فبيحدف عليه جده قنبلة، لكن لافي بينجح انه يتصدى ليها بسبب مرونة جسمه، وبترجع تاني تخبط في الشراع بتاعهم وبتدمر السفينة. وفي الوقت ده بيشم لافي ريحة اكل، فبيطلب من نامي انها تمشي وراها لحد ما بيوصلوا لسفينة كبيرة ملموم حواليها سفن تانية صغيرة، وبيعرفوا انها مطعم، فبيقول لهم لافي ان هما لازم يدخلوا علشان ياكلوا، لكن النادل اللي هناك بيقول لهم ان هما لازم يحجزوا على الاقل قبليها ب3 اسابيع علشان يقدروا يدخلوا، بس نام بتديله قرشين وبيدخلهم عادي. وبعدها بيظهر سانجي واللي بيكون طباخ ماهر جدا، ولما بيخرج على ظهر السفينة بيلاقي 2 بيتخانقوا مع بعض، فبيحاول يصلح بينهم، ولما بيفشل بيضربهم هما الاتنين. وطبعا كالعادة بيشوفوا لافي وبيعجب بمهارته جدا، واللي بيروح لهم سانجي عشان يسألهم هما حابين ياكلوا ايه. نرجع بقى لجارب واللي بيرفض انه يطلب اي مساعدة من اي حد علشان يقبض على لافي، وبيدخل لمكتبه وبيتصل بقرصان اسمه دراكول، واللي بيبان انه عنيف جدا وبيدمر اي سفينة واي حد يطلع قدامه، وبيطلب منه انه هو يجيب له لافي حي، لكن بيقوله يخلي باله كويس، وده لان لافي مش سهل. بيتحمس جدا دراكول وبيوافق، وفي الوقت ده بيكون كابي سامع كل اللي بيحصل. وبعد ما بيخلص لافي اكل هو واصحابه، سانجي بيجيب لهم الفاتوره، لكن لافي بيكتب فيها انه هيبقى يدفع بعدين، فبيجي صاحب المطعم وبيقول لهم ان مش مقبول ان هم ياجلوا الدفع، وبيقولوا لافي انه هيبقى يدفع له الفاتوره بعد ما يلاقي الكنز بتاعه اللي هو وان بيس، لكن صاحب المطعم مش بيقتنع بكلامه وبياخده معاه وبيدخله المطبخ عشان ينظف الاطباق، واللي بتكون كتير جدا، وبيقول له ان الاكل اللي كله هو واصحابه يكفي يشغله عنده سنه كامله. وبنشوف لافي في المطبخ وسانجي بيقول له ان هو اللي عمل لهم الاكل، فبيقول له ان الاكل كان حلو جدا، وبيساله عن ايه حلمه، فسانجي بيقول له انه حلمه انه يروح مكان اسمه الازرق الكامل، وهناك هيقدر يلاقي مكونات غريبة للطبخ يقدر يستخدمها في اكلاته، فبيشجعه لافي ان هو يجري ورا حلمه.
وبرضه بيعرض عليه لافي انه ينضم للطاقم بتاعه. وبعدها بيظهر دراكول في المكان وبيسأل يوسف عن لافي، واللي بيعرفه على اصحابه بيقوله انه يبقى القائد بتاعهم. وزورو اول ما بيشوفه بيتعرف عليه وبيقوله انه شرف كبير ليه انه يقابله، بس ان هو زعلان برضه علشان انه مضطر يقتله، وبيطلب منه انه هو يبارزه بالسيف. وبيوافق دراكول فعلا، لكن بيقوله انه بعد ما يقتله هياخد القائد بتاعه اللي هو لافي. وزورو بيبقى شايف انه لازم يقتل دراكول علشان يبقى اقوى مقاتل في العالم. نام بتتوتر جدا من الوضع ده وبتطلب من زورو انه يرجع في كلامه، وده لان دراكول هيقتله، ولما بتلاقي ان مفيش فايدة بتتكلم مع لافي علشان يحاول يقنعه. بيحاول لافي فعلا يخليه يتنازل عن المبارزة دي، لكن لما بيفتكر ان هو عايز يقتله علشان يبقى اقوى مقاتل في العالم وان ده حلمه بيشجعه. وبيستعد زورو فعلا لقتال دراكول، واللي بيستهزأ بيه وبيخرج له بالسيف اللي هو معلقه في رقبته، وبيبدأ القتال ما بينهم. وبيعجب جدا دراكول بشجاعة زورو، لكن بيقوله ان الموضوع مش محتاج قوة وبس، وزورو بيقوله انه يكمل في القتال من غير كلام كتير. وبينجح دراكول بانه يدخل السيف الصغير في جسم زورو. دراكول بيعجب بشجاعته جدا، فبيقرر اخيرا يحاربه بالسيف الحقيقي. ووقتها زورو بيستخدم الثلاث سيوف اللي معاه، لكن بيتكسروا من سيف دراكول. وهنا بيدرك زورو ان هو خلاص اتهزم، فبيفتح دراعاته الاتنين وبيطلب من دراكول ان هو يقتله، واللي فعلا بيضربه في صدره بالسيف. لكن وقتها بيجي لافي وبيقول لدراكول ان هو هيكون ملك القراصنة وهيكون اقوى قرصان في العالم. وبيكلم دراكول زورو وبيقول له ان ده لسه مش ميعاد موته، وبيطلب منه انه يستجمع قوته ويجهز نفسه علشان يرجع يقابله تاني لما يكون مستعد. ووقتها بيتكلم زورو وبيقول للافي انه مش هييأس ولا يستسلم ابدا غير لما يحقق حلمه. وبيرفع زورو ايده وهو ماسك سلاحه، لكن فجأة بتقع منه وبيغمض عينه. وبياخدوه تاني على السفينة وبتطلب منه نام انه يروح يشوف دكتور. فبيروح لصاحب السفينة وبيحكي له على اللي حصل، وبيسأله اذا كان في دكتور يقدروا يروحوا له، وبيقوله انه اقرب دكتور على بعد يومين. وبيقرر ان هو اللي هيعالج زورو. وبيستغرب لافي واصحابه لما بيشوفوا زيفو وهو بيشيل جلد السمكة بالسكينة، وبيخيط الجرح وبعدها بيحط عليه جلد السمكة علشان يلم بسرعة. وبيقول لهم انه نزف كتير فهو مش متأكد اذا كان هيقدر يعيش ولا لا. وبعدها بيروح دراكول لجيرب، واللي بيستغرب جدا انه لافي مش معاه، لكن بيقوله انه هو سابه قاصد علشان يشوفه وهو هيوصل لايه. لكن جارب بيقوله انه امره انه يجيب له لافي، لكن دراكول ما بيهتمش وبيقوله انه هو ما بياخدش اوامر من اي حد. وقبل ما يمشي دراكول بيقوله انه يمكن حفيدك انت هو اللي يلاقي الكنز. وقتها بيسمع كابي كل حاجه وبيعرف ان جارب يبقى جد لافي. وبيروح ارنولد ورجالته اللي بيبقى اسمهم رجال الاسماك لمطعم زيف علشان ياخدوا الخريطه من لافي. والناس اول ما بيشوفوهم بيترعبوا منهم، وبيقابلهم زيف وبيسالوه عن لافي، لكن هو بيقول لهم انه ما يعرفش حد بالاسم ده. وبتشوفهم ناميل اللي بتجري على لافي وبتحذره وبتقوله ان هما لازم يهربوا، لكن هو بيقول لها انه لازم يحمي المطعم وان استحاله يسيب حد يتاذى بسببه. وبس كده، مش هحرق لكم المسلسل اكتر من كده، وروحوا اتفرجوا عليه علشان تعرفوا قصه كل واحد من الطقم بتاعه، واذا كان فعلا لافي هيقدر يوصل لكنز وان بيس علشان يكون ملك القراصنه ولا لا. وما تنسوش تكتبولي في الكومنتس لو المسلسل عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس.